يا صديقي، احنا بنتكلم في اتنين من اقدم احجار الطبيعة، واحد فيهم الاب والتاني هو الابن، الاماتيست والسترين من عائلة الكوارتز، لكن واحد فيهم بيسبق التاني بحوالي 1,000,000 سنة. لكن علشان تتخيل الرقم معايا لازم احكي لك حكاية الاماتيست، عائلة الكوارتز اللي بتتكون من حبات الرمال، وبفضل عوامل الطبيعة زي الضغط والحرارة بيبدأ حبات الرمال تتحول إلى كوارتز في طبقات علشان بعدها يتولد الأماتيست في عملية ضغط حرارية بتستمر لأكتر من ملايين السنين. ولكن بعدها يا صديقي، إما العملية دي بتستمر لتدرجات من الكوارتز فيخلق معانا حجر الأماتيست من الطبيعة، وإما بتكمل استمرارية على مدار ملايين سنين أخرى فبتخلق معانا حجر السترين من داخل حجر الأماتيست. السترين بيسموه حجر التجار، أحد مواطن السترين هي الهند، لكنه في النهاية ابن الأماتيست بحوالي 1,000,000 سنة، ودي النتيجة اللي بنقدر نخلق منها السترين المصنع في المعامل بفضل الحرارة. لكن تعال أفرجك على التحفتين اللي معانا. بشهادة مختبرية من معامل IGI هتقدر تحصل على القطعتين التحفة دول من الأماتيست أو السترين، مناسبة جدا لقطعة حلي نسائية. الأماتيست بحجم 17.89% من الإيرات، ممكن نعتبرها 18 إيرات أو 17 إيرات لو حبيت. التقطيع شارب كات، لكن اتفرج على اللون هنا يلو اند بيربل. ليه بقى الدمج بين الألوان ده؟ عشان الحجر ده نادر جدا، كان متحول من الأماتيست إلى حجر السترين. لو كمل ملايين أخرى من السنين في الطبيعة كان الحجر ده تحول إلى سترين بشكل كامل يا صديقي. القطعة أوفال تقطيع شارب كات، أبعادها كبيرة تصلح لخاتم نسائي أو سلسلة تحفة. أما القطعة الثانية الشكل بير أو لوزة، بير ميكسد كات، بحجم 11.75 من الإيرات، اعتبرها 11 إيرات، واللون يلو، اللون الأصفر. لاحظ كمان ان السترين عندنا لونين، اللون الاصفر او الليمون سترين. ازاي بنقدر نستخلص حجر السترين معمليا او نحول الاماتيست الى سترين؟ لكن ده بيخرجه من مسألة الطبيعي شوية، وبنقول عليه احجار معالجة حراريا بنفس الطريقة اللي اتولد بيها في باطن الارض، لكن بنختصر عملية ملايين السنين اللي تحول فيها الاماتيست الى سترين في المعامل. لكن احنا مع قطعتين من الطبيعة بشهادة مختبرية من شركة معتمدة تحفة، واشوفك دايما على خير.